الأعمال الفنية مش مجرد محتوى أو مضمون أو صناعة، لكن في أسرار وكواليس بتصنع نجوم وبتخفي نجوم تانية. ومن الكواليس اللي بتهم الجمهور هي فكرة الكاستنج، أو النجوم اللي كانت مرشحة لبطولة أعمال مهمة في الدراما أو السينما وجه مكانهم نجوم تانيين. وكلامنا النهاردة عن مسلسل رايا وسكينة، اللي يعتبر من كلاسيكيات الدراما المصرية بالرغم من إذاعته في بداية الألفينات. وده لأن المسلسل أخد شهرة كبيرة جدا وقتها، ولحد دلوقتي الجمهور بيعيد مشاهدته مع كل عرض ليه. والمفاجأة إن البطلتين الأساسيتين للمسلسل، عبلة كامل وسمية الخشاب اللي عملوا أدوار رايا وسكينة، ما كانوش هما الاختيار الأول ولا حتى الاختيار التاني للدور. ففي سنة 2004 بدأ الإعداد لمشروع درامي عن قصة حياة رايا وسكينة، أشهر سفاحتين في تاريخ مصر. وتم ترشيح الفنانة نبيلة عبيد لدور رايا، والفنانة نادية الجندي لدور سكينة، وده بسبب نجوميتهم الكبيرة واللي المفروض إنها تنجح المسلسل. وكمان كانت فرصة علشان الخلافات القديمة بينهم تنتهي، لأن بالرغم إن نبيلة عبيد ونادية الجندي ليهم تاريخ طويل في صناعة السينما المصرية وقدموا بطولات مطلقة في مئات الأفلام، إلا إن كان بينهم خلافات كبيرة جدا في فترة الثمانينات والتسعينات، وده بسبب خناقاتهم على الألقاب زي لقب نجمة مصر الأولى ونجمة الجماهير. وفعلا وافقت نادية الجندي على تقديم دور سكينة، لكنها اعتذرت بعدها علشان خافت الجمهور يكرهها. وبعدها اعتذرت نبيلة عبيد كمان عن دور رايا. فتم ترشيح الفنانة إلهام شاهين لدور سكينة والفنانة فيفي عبده لدور رايا، لكن برضه هما الاتنين اعتذروا. وبيحكي مخرج المسلسل جمال عبد الحميد إن إلهام شاهين بكت لما شافت المسلسل، ولما قابلته قالت له إنها ندمت إنها سابت دور في مسلسل زي ده. وبسبب كل الاعتذارات دي استقر المشروع في النهاية على عبلة كامل وسمية الخشاب. والحقيقة ده كان من حسن حظنا، لأن الاتنين عملوا عظمة في المسلسل والناس اتوحدت مع شخصياتهم وصدقوهم جدا. وقالت نادية الجندي في أحد البرامج التلفزيونية إنها اعتذرت عن بطولة مسلسل رايا وسكينة لأنها كانت عاملة مسلسل مشوار امرأة ونجح جدا، وبعدها خافت من تقديم مسلسل شر في الدراما التلفزيونية، وإنها قدمت أدوار الشر في أفلام كتيرة، لكنها خافت على شعبيتها تتأثر وسط جمهور التلفزيون، لأنها هتدخل في كل البيوت عكس السينما اللي الجمهور فيها هو اللي بيروح يتفرج برغبته. وفي نفس البرنامج قدمت التحية لسمية الخشاب على أدائها المتميز في المسلسل، وكمان أشادت بعبلة كامل وأدائها الهايل، وقالت إنها ما ندمتش على أي دور اعتذرت عنه أبدا. ودارت أحداث مسلسل رايا وسكينة عن حياة الأختين رايا وسكينة، أشهر مجرمتين في مصر في القرن العشرين، اللي كانوا سبب في انتشار الرعب بين النساء في الفترة دي بسبب قتلهم للعشرات. وعرض المسلسل الظروف اللي أدت لتحول رايا وسكينة لمجرمتين، واستعرض تطورات حياتهم وعلاقتهم بالمحيطين بيهم وتأثير البيئة اللي نشأوا فيها على مستقبلهم. ومسلسل رايا وسكينة من تأليف مصطفى محرم وإخراج جمال عبد الحميد، ومن بطولة عبلة كامل وسمية الخشاب وسامي العدل ورياض الخولي وصلاح عبد الله. ما تنسوش الاشتراك علشان نتابع الجديد مع بعض.